كلنا عارفينه. فهل النهارده احمد دياب يبقى مستحوذ على كل شيء؟ الراجل بياخد القرارات وبيعمل قرعه الساعه الفجر ومحدش يعني لا لا، المفروض انت النهارده راجل بروفيشنال تعمل القرعه، وناس من الاهلي والزمالك وكل الانديه المفروض موجوده عشان تشوف القرعه اللي هي تقع فيها. ولكن انت النهارده بتفرض عليا قرعه معينه وبتفرض عليا ماتشات معينه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت، النادي الاهلي يقابل اي حد ويلعب مع اي حد، الزمالك الاول، بيراميدز بعدها، بيراميدز الاول. انا كبطل مش فارق معايا انا لاعب مين، انا اللي فارق معايا ان انا اخد الثلاثه بونت، اخد الثلاثه بونت، هو ده اللي يفرق معايا. فالنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تطلع قرارات اللجنه الاولمبيه في صالح النادي الاهلي. ولكن انا حبيت ان انا اقول لحضرتك الموقف لحد اللحظه دي لا ما فيش جديد. الناس بتقول لك يعني من ضمن الحاجات اللي تضحكك يقول لك لا النادي الاهلي ممكن ينزل درجه رابعه. يا جماعه احنا بنهزر، يا جماعه احنا بنهزر. النادي الاهلي هينزل درجه رابعه ازاي يعني؟ هل النادي الاهلي بالصغر ده ان هو ينزل درجه رابعه؟ حتى لو القانون بيقول كده مش هيحصل. النادي الاهلي هيقيل ممكن فيها اتحاد كوره، هيقيل فيها ممكن الرابطه، الناس هتبدا تقدم استقالاتها لان هي مش لاقيه حلول مع النادي الاهلي. النادي الاهلي واقف على ارض صلبه، النادي الاهلي بياخد قرارات سليمه، وانا ادعم مجلس اداره النادي الاهلي واي اهلاوي بيدعم مجلس اداره النادي الاهلي. على مر التاريخ الجماهير بتاعتنا دايما في ظهر مجلس الاداره. القرار اللي بيطلع من مجلس الاداره بتلاقي الناس كلها مأيداه، الناس كلها ورا منه. لو كمان يا حبذا كمان لما تشوف النادي الاهلي بيحاول ان هو يصلح المنظومه الكرويه بالكامل، انت مالكش دعوه بالابيض، مالكش دعوه بالابيض. الابيض عنده تفكير كيد، يعني انا بس بكيد في الاهلي، انا اي حاجه تضايق الاهلاويه انا هعملها. اتكلم على الحكام المصريين وفي نفس الوقت اقول مش عايزهم، وفي نفس الوقت اطلبهم في مباراه الاهلي والزمالك. فكله مستفيد، كله بيدور على مصلحته، كله بيدور ان هو يبعد عن النادي الاهلي وما يلعبش النادي الاهلي. فانت النهارده لازم تفهم ان اداره النادي الاهلي هي المتحكمه في القرارات باذن الله سبحانه وتعالى. دارسين الموضوع كويس قانونيا، ان شاء الله باذن الله هنشوف القرارات في صالح النادي الاهلي.